السلام عليكم إخوان الأخوات. إيوا غنساليكم شوية في مارينا بورقراك مدينة الرباط، قلب مدينة الرباط. إيوا كما كتشوفوا السلا في الجهة المقابلة واد بورقراق، شيء جميل جدا، مناظر ولا أروع. هذا الشيء يثلج الصدر صراحة. مدينة الأنوار، وفعلا مدينة الأنوار تستحق هذا اللقب. شي زوين مناظر خلابة صراحة. ايوا واد بورقراق تبارك الله عامر، الحمد لله، خيرات الله هادي. هادشي مناظر زوينة تستحق المشاهدة 1000 مرة. ايوا مرحبا بكم عندنا في مدينة الرباط، ألف مرحبا. هذا الجهة المقابلة هذيك ما تشوفي فين داز الترام، راه هذه القنطرة اللي كتفصل بين مدينة الرباط أو مدينة سالا، العدوتين يعني إلا قلتي المدن الجارة، سالا والرباط والنواحي. شيء رائع جدا. ديما نقول مارينا بورقراق على حقها وطريقها. شكرا لكل من أشرف على هذا المشروع البيئي الرائع. وصراحة شكون اللي تيبان ليه الفرق في الحالات مثل هذه هو الإنسان اللي يعني غاب على المدينة واحد المدة وعاود رجع ليها، يعني تيبان الفرق صراحة. مدينة الرباط زوينة من ناحية البيئة، النظافة، البنية التحتية، شيء جميل. نرفعوا القبعة. هانتوما كما كتشوفوا في الجهة المقابلة. أنا غادي نوريكم الناس. الجهة المقابلة صومعة حسان، ومن لا يعرف صومعة حسان تاريخ وأجيال، الحمد لله. وكاين مرافق سياحية في الجهة الأخرى، في الضفة الأخرى، الضفة اللي توجد في مدينة سالا. كاين مرافق، كاين فنادق، كاين لي ريستورون، مطاعم إلى آخره. ما زلنا في هذه الجولة الممتعة. en face de moi داك الجهة المقابلة كاين برج محمد السادس، معلمة معمارية ستبقى ذكرى للتاريخ. كما شرط كاين في الجهة المقابلة كاين صومعة حسان بطبيعة الحال. وصراحة هادشي زوين رائع جدا، يثلج الصدر. مناطق
الفضاءات الخضراء، ايوا، أشجار، نباتات في كل مكان، والجو مشمس رائع، أجواء جميلة جدا. ايوا، نخليكم مع الأجواء وهذه المناظر الجميلة، وكل الشكر والتحية للمتابعين والمتابعات الأوفياء الكرام. شكرا مرة أخرى للمتابعة، وإلى فيديو قادم إن شاء الله. يلا، عنكم الله، السلام عليكم.